يعني انا زيزو مثلا عشان ان انا استفاد منه، عنده ميزه اللي هي كانت مخليه رقم واحد في مصر، اللي هو لما بيجي يعمل الكروس. هو دلوقتي ما بقاش يعمل الكروس، بدا يجيبها من على رجله اليمين على رجله الشمال ويرجعها تاني، بتكون الدنيا قفلت. هي الميزه ايه؟ ان انت تعملها والجون والفيرود رايح على الجون، يا الباك يحطها في نفسه يا هيسيبها لك يا انت هتجيب جون. خبير والله. لو اتعرض عليك في نادي الزمالك تبقى خبير فني عشان تدي المعلومات اللي انت بتديهاني كده بالنسبه للاعبين، ترضى يا كابتن؟ هرضى بس بشروط. شروط ايه بقى؟ ما حدش يتدخل في شغلي، واللعيبه اللي هتيجي دي تبقى كلها تقدر تجبر مدرب على ان في لعيب يلعب؟ لا مش هجبر مدرب بس اللعيبه اللي انت هتجيبها هتجبر المدرب ان هو يلعبها. كخبير يعني. ما انت بص ما انت مش هتتدخل في الحته الفنيه. انما انت الصفقات اللي جت دي كلها ولا صفقه تخش الدماغ. يعني الى حد ما السيسي وعمرو السيسي ومصطفى شلبي هم دول. نضاي النهارده لما لعب رايك فيه ايه؟ كصفقه بقى كانت موجوده. لا انا يعني بقول لك لسه قدامه كتير، انما انا هقول لك على حاجه. انا شايف ان سامسون لعيب كويس والله. والله، بس ياخد الثقه، بس ياخد الثقه. انا بقول لك افضل من نضاي. ها؟ لا ده حاجه وده حاجه. افضل كمحترف، انا كلعيب انا عندي لو خد هيبقى احسن من الجزيري مثلا. لو خد الماتشات بتاعت الجزيري هيعدي الجزيري في ماتش. اتفضل يا كابتن. لان عنده ميزه مش موجوده في الجزيري. الجزيري سهل جدا لما الكره بتجيله بيفقدها بسرعه. اوكي. انما ده ما بيفقدهاش. ودايما ان هو بيحضن عليها ومحطه وبيعرف يجيب جون وبيلعب برجله الشمال بس عايز ثقه، عايز كانت اللعيبه تبقى فايقه وتلعبه. هو مش ذنبه، واحنا قلنا الكلام ده سواء في الاهلي او في الزمالك. نص الملعب اللي هنا وهنا مش مساعد الفراوده. يعني مثلا محمد شريف في ماتش الزمالك هوب كورتين جونين، واخد بالك؟ انما ما اتعملتلوش صح. يعني مش مثلا انفراد كره بتتعمل له على الدماغ صح عشان يجيبها، عشان تقول له ايه ده هي الكره جايه له مرتاحه وجايه له مقشره وكل الكلام ده، واخد بالك؟ طيب ماتش النهارده حسيت ان في لعيبه كانت مع فريرا شيء ومع اسامه النهارده في اول ماتش دي شيء تاني. عبد الشافي، الجزيري، سيد نيمار. تمام. مصطفى شلبي انت مش عايز تقوله ليه؟ هو مصطفى شلبي قصدي. ادي الاربعه دول. ايه اللي عمله كابتن اسامه؟ هل شكل الخطط النهارده ولا التوظيف الراجل ده بتاعه لما النهارده؟ مشي بص يعني هقول لك على حاجه. لا انا عايز كابتن اسامه، انا ماليش دعوه بالراجل خلاص. لا ما انا هقول لك. انت قلت بما فيه على فريرا يا حبيبي. لا ما انا هقول لك. وبالرغم من ذلك جمهور الزمالك برضه بيحب. يا عم يحب. ما هو مخليهم الخامس. ما هو الحزن اللي هم فيه ده بسبب فريرا، عشان ان هم كانوا حائط الصد، فعشان كده طب ما هو سابهم ومشي. هو مين اللي مشاه؟ قول لي كده. طب ما هو مجلس الاداره قال لك يبقى مستشار بنفس المبلغ والكلام ده، هو ما رضيش ليه؟ هو مفلس فنيا. هو خلاص عارف ان هو من 10 سنين. بس هو لو بقى مستشار يعني مش مطالب ان هو يبقى فيه نتائج، فامور سهله. مالوش ده. ما هم عايزين بس ان هم يجاملوا جماهير الزمالك ان الراجل قاعد عندنا اهو، فيقوموا يدفعوا فلوس مجامله يعني. ايوه لو بتفكر كده لا طبعا مش مظبوط. انا شايفها مش مظبوط، ما كانش مظبوط خالص. ما هو لو كان مظبوط يمشي من بعد ماتش لوسيل. بس الجمهور هو اللي كان هيولع الدنيا والمواقع والكلام ده، هم كانوا خايفين من دي. هو بعد ماتش المحله تحديدا مين اللي مشي؟ هو في اجتماع ومجلس الاداره قال له شكرا، ولا هو الراجل قال لهم انا شكرا ومش هكمل؟ بدليل ان هو عايز الشرط الجزائي. طيب ما هو عايز الشرط الجزائي يبقى الاداره قالت له شكرا. يابا لا. ازاي يا كابتن؟ اسمع زي ما بقول لك كده. انا واحد ماشي فبالتالي انا هتنازل عن الشرط الجزائي. لا يا حبيبي وقال لهم انا مش مكمل. ازاي يا كابتن؟ زي الناس. انا اللي بقول لك اهو. بالعقل انت راجل مدير فني وماضي شرط جزائي ان انت لو مشيتني هاخد 3 شهور. لو انا مشيت انا هتنازل لك على ال3 شهور، ده الطبيعي في اي عقد. ما تنزلش ليه؟ لكن انا لو مشيت تاخد كمان ما فلوس. ما تنزلش ليه؟ خد بالك لان عارف ان جمهور الزمالك وراه. لا بس خلاص ده اجراءات يعني ده قانون، ده يا عقود. حبيبي حبيب قلبي اسمع اللي انا بقول لك. ازاي يا كابتن انت بتقول حاجه عكس المنطق؟ هو سبك ومشي. لا الاداره هي اللي مشيته يا كابتن. اطلع قول كده. خلي انا بقول لك هو يعني خلي حد يخش. وده وضع طبيعي يقول لك الكلام ده. لا مش وضع طبيعي. وضع طبيعي كان يمشي من بعد ماتش الاهلي. هو في اكتر ماتش الاهلي 3-0 وفضيحه، وهو السبب في الهزيمه بتغييراته العبقريه.
ايه يا فاروق؟ ماشي، ما انت لازم لغايه دلوقتي بص كده لازم الاداره تتحمل انها فضلت صابره وهي ما هي مش عايزه تمشيه عشان رقم واحد مش الشرط الجزائي، رقم واحد جمهور الزمالك اللي انت شايفه ده، اللي كله عمال يقول لك ايه احنا كده خلاص خسرنا ما هو مخسرك، وهو خسرك كاس مصر والاثنين سوبر وادي الدوري بقيت الخامس، عايز إيه تاني؟ تستنى بطوله افريقيا؟ والله العظيم انا كنت عايزه يكمل بطوله افريقيا عشان كله، انما هي عند في رئيس النادي وخلاص. هو بقى اسطوره. طب هقول لك على حاجه يا عم، اسطوره ايه؟ ما هو اللي هتافات اهو والله يا عم هقول لك على حاجه